بونو أعظم حارس في التاريخ العربي من وجهة نظر أنا يعني الشخصي. يستاهل. أعتقد ما أدري تتفق معي أو لا، أنا ما أتصور أن في لاعب عربي صنع وخلق تأثير في كأس العالم أكثر من ياسين بونو. اللي سواه في كأس العالم الماضية واللي عمله في مباراة هولندا كتأثير على مسار منتخبه ومساره في البطولة شيء عظيم جدا. بس في رقم وإحصائية صراحة ملفتة، ما أعرفش هي اللي عندي ولا لا. أقول ركلة الجزاء اللي هو صدها، أيوة، اللي هي إكس جي ما بعد التسديد. كيف إكس جي ما بعد التسديد؟ الإكس جي عموما زي ما الناس، عشان الناس اللي ما تعرفش، بيتقاس قبل ما اللاعب يسدد. أوكي. الكرة دي من المكان ده في الظروف دي لو لعيب سددها فرصتها كام؟ 35 34 32. فضربة الجزاء بما انها عنصر ثابت، الاكس جي فيها ثابت، يعني مثلا ستاتس بوم بتحسبه 76%، اي ضربة جزاء 76%. في بقى حسبة تانية، احصائية تانية، اللعيب ده دخل شاط خلاص، فالكرة دي بقى ليها قوة وبقى ليها زاوية فبقى ليها اكس جي تاني. فانا لو دخلت حطيتها الحطة دي بالقوة دي في الزاوية دي بنقيس من هنا حلو الاكس جي بقى كام. طيب. في ناس بتسميها اكس جي اون تارجت، وفي ناس بتسميها بوست شوت اكس جي، بعد التسديده الاكس جي. جميل. كم كانت؟ 99%. 99. طيب الإحصائية اللي أنا بقولها لك، أوبتا عملت تقرير جميل قبل كأس العالم، لأنه كأس العالم تحددت مسار منتخبات ومصيرها في البطولة موضوع ركلات الترجيح، فراحوا درسوا جميع ضربة ترجيح نفذت في تاريخ كأس العالم. فقال لك نفذ 292 طبعا قبل كأس العالم الحالية تسجل منها 222، وقام عمل لك خريطة للمرمى. قول الرقمين تاني كده. 292 من يعني قول اللي تسجل الأول. 222 222 على 3 اتنينات على ماشي، واللي اتلعب 292. إذن اكس جي كأس العالم 76%. ستاتس بومب ما غلطوش. جميل. الفكرة انك انت لو تاخذ المرمى وتقسمها الى اجزاء، خلينا نقول بالطول بالارتفاع، الثلث الاسفل، الثلث الاوسط، الثلث الاعلى. الثلث الاعلى اللي هي المساحة الاقرب الى العارضة تنفذ فيها 40 كرة. 40 كرة مساحة. طبعا ما في حارس حيقدر يجيب كرة لو انت حطيتها في هذا المكان لسبب واحد، وعشان كذا ليش ياسين بونو استثناء؟ حتى لو ترمى، لأنه لما يرتمي مستحيل يقدر يجيبها وهي فوق. ياسين بونو عمل سابقة تاريخية أنه صد كرة ملعوبة في الثلث الأعلى من الملعب، لأنه ما كان في وضعية ارتماء، لأنه جزء من تكنيك ياسين بونو. في مباراة ألمانيا والباراغواي ليش ضيعها جوناثان تاه؟ وليش جابرييل ضيع في نهاية دوري أبطال أوروبا؟ والاثنين كلهم الكرة تطلع فوق. والعناوي حطها في العارضة فوق. تكلم عن اللي فوق. والعناوي حطها في العارضة فوق. بالضبط. ليش؟ لأنه اللاعبين الأقل جودة عادة في التنفيذ، وخاصة لو كانوا مدافعين، هو ما يراهن كثير على مسألة إني وضعية الجسم ولا بركن الكرة بخدع الحارس. هو يراهن أنا بما إني مدافع وأعرف ألعب كرة طويلة، أعرف ألعب كرة في الهواء، أنا بحطها في زاوية فوق، وهنا مستحيل حارس إنه يجيبها. بس مشكلة هذا النوع من الكرات إنك لو ما ضبطتها تتسطح فوق العارضة. فعشان كذا المغري بالنسبة للاعبين إن الكرة لو أنت حطيتها تحت العارضة هي هدف 100%. يا جول. هي 99 ترى مستحيل يقول لك 100%، يعني حياء ما قالوا 100%، ولا هي كإحصائيا رقميا ما في ولا كرة تلعب تحت العارضة في الثلث الأعلى من المرمى ما تتسجل. يعني ياسين بونو عمل سابقة تاريخية في كأس العالم أن صد كرة في المكان. أنا عايز أقول كانت قاست على لعبة سامرفيل ده، قوتها دقتها المكان اللي رايحة فيه 99% جول. ليه 99% جول؟ الأسباب اللي أنت قلتها، لأن الحارس بيعمل إيه؟ إما بيلعب على اللعبة، يعني إما اللاعب بيستنى الكرة ويجي وراه، ده قليل قوي، أو بيراهن. طب لو راهن هيعمل إيه؟ هيترمي. فاللي هنا هيجيبها، اللي هنا هيجيبها، اللي هنا هيجيبها. بس اللي هنا بنشوفها كتير، كلنا شفناها، يوم مدد إيده ومخبطة في إيده داخل، لأنها بتبقى عند أطراف أصابعه، فدي الوسيلة الوحيدة إنك تروح. السؤال بقى، أنت إيه اللي خلاك تروح؟ يعني إيه اللي خلاك تروح واقف؟ أنت ما ينفعش تجيبها غير لو أنت رايح واقف. الارتماء لن تأتي بها. وطبعا في حد تاني ممكن يقول لك لا، انا ممكن ارتبي عالي. ارتماء عالي دي انت بتهزر، لان اللي تحت هيخش. صح. واحتماليه انها تبقى تحت دايما اعلى من فوق. ايه اللي وداك هناك؟ هو ده السؤال اللي لازم ياسين بونو يجيب عليه. انت ايه اللي وداك واقف؟ راح وقف. شيء غريب، بس هو بونو فعلا يعني السماء لونها ازرق والهواء شفاف، ولا تواجه ياسين بونو في ضربات ترجيح 3 مرات. انت عارف ان هو صادد واحده زيها امام نيجيريا واقف نفس الشيء. هو يلعب، يمكن تتذكر تكلمنا على النقطة ذي
لما كانت مباراة الهلال والأهلي نصف نهائي كأس الملك، هو يركز دائما. وأنا لا ألاحظ لو ترجع تتفرج حتى على الركلات الترجيح اللي فيها ياسين بونو، ترى الإيماءات اللي هو يسويها، أنا لاحظ أن ياسين يزيد يعني يرفع مستواها شوي لما يبدأ المنفذ الثالث الرابع الخامس، لأنه غالبا الأول والثاني هذول الناس متمرسين. أنا ما أقولك ما تقدر تأثر عليهم، بس هو يعرف إذا في أحد بيقدر يصيده هم اللي ما هم متعودين انهم ينفذون. الشيء الثاني انا اعتقد ان الرجل يعني بالخبره وبالذكاء اللي عنده يصير عنده توقع اللاعب هذا كيف بينفذ. فمثلا زي لما جاء نفذ عليه سامرفيلد، هو عارف انه لاعب يلعب برجل اليمين ومن وضعيه جسمه هو حيراهن انه حيلعبها كذا على جوا، فهو وقف في المكان الصحي. يعني كان حيكون شكل ياسين مضحك لو الكرة راحت في الجهة الثانية. بالضبط. وانت ماشي وعمال تتمشى الكرة نازله لك على الارض. بالمناسبة في نفس اليوم ده من 26 سنة ابو كلويف، يعني كلويفرت الابن، حطها في ضربة حطها في العارضة. نفس اليوم ده من 26 سنة كلويفرت نفس اليوم الاب نفس اليوم حطها في نفس العارضة، نفس التنفيذ على الارض، الزاوية كانت في العارضة وطلعت. تشعر ان في سكريبت يعني. على ذكر بونو، انا اظن ان الموضوع مش خبرة وموهبة. هو دي حاجة أنا أظن، يعني ظني كل دي ظنون، إنك لو سألت بونو نفسه مش عارف يجاوب. يعني أنت لو قلت له إيه اللي خلاك تراهن في ضربة الجزاء، أي ضربة جزاء، إنك تروح كده أو كده، في شيء أظن في السب كونشس كده جوه مخه هو نفسه، مش يعني مش تفكير منطقي. حاجة كده زي إنك تسوق عربية، فأنت مثلا داخل يمين بتقوم عامل إشارة، أنت بتاخدش قرار إن أنا عايز أخد إشارة لأن لا، هو أنت خلاص منطقيا بقيت، يعني السب كونشس بتاعك هو اللي شغال. هو في حاجة، في سنس عنده بيقرأ حاجة يمكن في لغة جسد اللي قدامه بتخليه بين بونو قبل ضربات الترجيح لما مثلا 120 دقيقة خلصوا، ليه لقطة كده دايما الكاميرا تيجي عليه وبيرفع حواجبه وينزلها كده، يكون عايز يركز. أنا خلاص بقيت حافظ الحركة دي، يعني بيقعد يعمل كده، تحس إن هو بيحاول يعني ينسى المباراة ويركز دلوقتي في المباراة. لو عملها قدامك اجري لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين دلوقتي وكلها مؤثرة مع سيفيا، مع منتخب المغرب، كلها مؤثرة، مع الهلال طبعا كلها مؤثرة. فأنت مش عارف إيه الحل، يعني ما عرفش إيه الحل مع بونو غير سبحان الله. عارف الحل الوحيد؟ إنك تعمل زي سامرفيل، تيجي تحط له واحدة ما تتجابش، طلع هو رايح لها واقف يخرب بيتك. ما شاء الله ما شاء الله. هو أفضل حارس عربي في التاريخ، أنا رأيي كده من 22، بس هو بس بيعزز مكانته كأفضل حارس عربي. خلك حذر وانت تقول الرأي هذا. أفضل حارس عربي. خلك حذر وانت تقول، أعطيك مجال للتراجع. ما عليا من أحد. أفضل حارس عربي. في واحد عندكم ما حيخليك. حضري جبار. حضري جبار. بونو أعظم حارس في التاريخ العربي من وجهة نظر أنا يعني الشخصي. يستاهل. مهم يعني. أنا طالما زي برضو ميسي رونالدو، ميسي يبقى أنت بتقلل من رونالدو، يا عمي أنا بقلل من رونالدو ولا بقلل من حضري ولا بقلل، بس هو أنا شايف إن ده أعلى. بونو أفضل حارس عربي في التاريخ. حضري أسطورة، سحر. حضري عمل حاجات اللي هي تخليك وأنت قاعد بتتفرج كده، لا اللي حصل ده ما حصلش بجد. ليه تصديات تاريخية، بس الراجل ده نقل الموضوع فرق بعيد. نقل الموضوع المستوى. بالمناسبة الحضري ضربات ترجيح كمان كان حضري وصل لنص اليوم الحالي وفي ضربة جزاء جوه الماتش 50-50 يعني. لو في انفراد ما تتعدلش في جلستك يعني. فحضري ليه ايام كان جبار، بس الراجل فعلا بونو رفع السقف جامد. والملفت انه النجاح الكبير اللي صار عند ياسين بونو تقريبا صار على الثلاثينات. ما دايما الحراس لو عنده قصة صبر بأمانة يعني. عارف ان ياسين بونو كان هيمثل كندا؟ كانوا مهاجرين كندا اصلا، كان ممكن يمثل كندا عادي، كان ممكن يمثل كذا دولة يعني. بس هو ينطبق عليه ما قال، يعني هو ينطبق عليه ما ينطبق على الجملة. النقطة الثالثة في ترتيب فوزي الأقجع إنه مغربي، اتولدنا هنا عشنا هنا بس مغربي، انتماء الداخلي.